الفيديو يا أهلنا الطيبين لكل الكيفين اللي بيشربوا السجاير وبيصفوا الصاعود. أول حاجة يا أهلنا الطيبين قبل ما نخش في الموضوع داير أقول لكم التدخين ضار بالصحة، والتنباك أو الصاعود برضو ضار بالصحة. انت سافي صعود لا لا ولا تعبان وتعبان يا اخي اماني قد تسخجرك يا وسخ طف البتاع دي وين اخر بدنا. ورغم ذلك أحبابنا الطيبين الناس ما بيسمعوا الكلام، فنعتبر إنه ده ابتلاء ورب العالمين ابتلاكم. فطيب ليه انتوا بتبتلوا الناس معاكم؟ أول حاجة أحبابنا الطيبين برضو انتوا ناس أنانيين جدا جدا. أيوة ناس أنانيين. في ناس ما بيشربوا سجاير ولا بيسفوا صاعود. فطيب ليه يا أهلنا طيبين انتوا دايما بتكلفوا الناس؟ ليه دايما بتكلفوا الناس انه يا اخي يجيبوا لكم الحاجة دي؟ يا اخي انت ربنا ابتلاك، انت ربنا ابتلاك، قوم امشي جيب حاجاتك دي بنفسك. ما تقعد تلقى لك واحد ماشي السوق يا اخي جيب لي معاك كيس، ماشي الدكان يا اخي جيب لي معاك سجاير. ليه؟ ليه الأنانية دي يا جماعة؟ يا اخي في ناس ما دايرين يقربوا للحاجة دي. ايوه في ناس ما دايرين يقربوا لها. ليه انتوا بتقربوا الناس للحاجات دي؟ والحاجة الأخطر في الموضوع ده إنه في ناس يا أهلنا الطيبين بيرسلوا الأطفال الصغار إنه يجيبوا لهم سجاير ولا يجيبوا لهم صاعود أو تنباك. ليه يا جماعة؟ ليه؟ الحاجات دي يا جماعة بتأثر في سلوك الأطفال وبتأثر في تربيتهم كمان. فعشان كده يا أهلنا الطيبين ياخد رسالة مني لكم: أي شخص بيدخن أو بيسف ما تكلف الأطفال الصغار إنه يا أخي يجيبوا لك الحاجة. قوم بنفسك وإنت كبير وفاهم، وزي ما قلت لكم ده ابتلى أنت رب العالمين ابتلاك. قوم وامشي جيب حاجاتك بنفسك وخلي الكسل، وربنا يهدينا ويهديكم جميعا وفي رعاية الله وحفظه لحد ما ألقاكم في موضوع آخر بإذن الله.